تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بجدية واهتمام كبيرين مع شريط فيديو تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصا في حالة اعتداء ومحاولة سرقة بالنشل لسيدة مع حمله لسلاح أبيض في ظروف من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية أن الفيديو المتداول قديم وتمت إعادة نشره خارج سياقه الزمني الحقيقي، وهو ما قد يسبب التباسا لدى المتابعين. كما تبين أن مصالح الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء كانت قد تفاعلت سابقا مع هذه الواقعة فور حدوثها، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه وإخضاعه لإجراءات البحث القضائي وفقا للقانون قبل إحالته على النيابة العامة المختصة لاستكمال المساطر القانونية المعمول بها. وأضافت المعطيات الأمنية أن الشخص الظاهر في الشريط يوجد حاليا رهن الاعتقال ويقضي عقوبة سجنية مدتها 2 سنين، وذلك على خلفية حكم قضائي صادر في حقه بتاريخ 23 أكتوبر لسنة 2024. وفي ختام توضيحها، أكدت ولاية أمن الدار البيضاء حرصها الدائم على التفاعل السريع والجد مع مختلف المحتويات المتداولة التي قد تثير مخاوف أو تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مع التأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل إعادة نشر مثل هذه المقاطع لتفادي تضليل الرأي العام.